فوازير أكلة مفنونة. يا مساء الخير والهنا، معاكم مونيكا ميشيل، وجه وقت نلعب سوا بفزورة جديدة. بس قبل ما ننسى، في حل الطبق اللي بايت معانا من امبارح، والحل هو أغنية فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة لحمزة نمرة. وحالا هنكشف طبق النهاردة اللي جواه أكلة مفنونة. واحد ساكن المية ويطلع للفرحة نار، والتاني أبيض صافي يتخلق من غير زرع ولا دار. أما التالت لازع ومسافر من بلاد بعيد، تشربه في كوباية وفي لحظتها تكون سعيد. مع عبد العزيز ومعالي زايد الحكاية بتزيد. 4 كلمات لو جمعتهم هتعرف الفيلم أكيد. ودلوقتي هنسيب الفزورة المفنونة وهنروح نعرف عن الأكلة معلومة. الأولى هتشوفها جوه المية عادي، بس في أنواع كتير منها بتعمل شيء مش عادي، بتطلع صبغة من جسمها علشان تعرف تهرب من أعدائها بمنتهى السهولة، وبالتالي بتعرف تصطاد فريستها برضو بسهولة. والتاني غير إنك بتشربه، هنرجع سوا للعصور الوسطى وهتلاقيهم بيستخدموه في حاجة تانية خالص. يعني مثلا لو انت حابب تكتب ورقة بس من غير ما حد يعرف ايه هو مضمون الورقة دي، هتشوفهم بيستخدموه كأول حبر سري، وأول لما الورقة تتسخن هتلاقي الكلام ظهر على طول. والتالت هنروح سوا للهند، بس زمان هتشوفهم بدل ما احنا بنشربه عادي بيستخدموه زي الأستيكة. ما تستغربش، زي الأستيكة، بس مش للقلم الرصاص، لأ، كانوا بيمسحوا بيه النحاس والمعادن عشان يشيلوا الصدى وأي بقع. وفي لسه في الهند لغاية دلوقتي مناطق معينة لسه بتستخدمه بنفس الطريقة. يا ترى عرفت حل الفزورة؟ طيب وصلت لاسم الأكلة، أو بمعنى أصح هم كذا حاجة؟ اكتب تحت في الكومنتس. وهنا خلاص شبعنا وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، واستنى بكرة أول لما تدق 7:30 بالظبط هاجي ومعايا الحل وكمان فزورة جديدة من فوازير أكلة مفنونة بالفن معجونة. حلتها؟ طب استنى هتتسلى.